السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نحكي بالمختصر المفيد وشو لكم بشأن الظرف يلي عم نعيشه وخطاب الأفندي السيد تبع امبارح. يلي بدنا نقوله إنه كواليس المعركة الكبرى بدأت. استعدوا للحرب الأمريكية التي ستعيد المنطقة كلها إلى ما سبق للدخول إلى مرحلة جديدة وخريطة جديدة في المنطقة. نار الجحيم تقترب من لبنان والخليج وإيران. بصراحة الغرب والله أعلم وضع خطة محكمة لإعادة فرمتة المنطقة بقبضة تعيد كل المنطقة للاستعمار ولكن بشكل جديد. وزوال إسرائيل اللي عم نحكي عنه في التاريخ والدين خاصة الآن ليس وقته، وستبدأ الحقبة الدولية بقتل كل زعماء الحركات والمنظمات المسلحة، والتاريخ الجديد قادم آت لا محالة. كيف رح يجي هذا التاريخ الجديد؟ بشرق أوسط جديد بدون سلاح، شرق أوسط جديد خانع، نفطنا ثرواتنا مو إلنا نهائيا، وسنعود كما يقولون هم الغرب سيعيدوننا إلى الحظيرة الغربية. بالنسبة لخطاب الأفندي السيد، لم يكن يملك الخيار هذه المرة، دوره انتهى ورح يسلموا رقبته مثل ما سلموا رقبة سليماني وغيره، الله أعلم. وهي حقيقة خلص لازم نفهمها. بالنسبة للحركات والمنظمات المسلحة يلي زرعتها أمريكا انتهى دورة كمان، الله أعلم، ولكن مرقت فترة زرعتها حتى يشعروا زعماء الدول العربية أنه هن في خطر دائم. خطاب الأفندي السيد سمته الناس والصحف الإعلام، كل مين سمعوا كل واحد منه سماه بصفة. منه من قال انه مثل خطاب هيفا، منه رفع عتب، منه تنصل، منه هروب الى الامام، منه خطاب البراءة من دم اهل غزة، منه قال خطاب الفراق، منه قال لك حكي لك مثلا. حتى في البعض شو قال لك؟ اراك عصي الدمع شيمتك الكذب. خطاب السيد اختلف هذه المرة عن خطاب سوريا. بخطاب سوريا ونحن ما بننسى وما بنسامح، كان قال لو اضطر بي الأمر لأنزل لسوريا وحارب، وفعلا نزل ونزلوا وقتلوا ودمروا وهجروا وأبادوا وأقاموا التطهير ونفذوا التطهير العرقي وما إلى ذلك. أما اليوم في غزة فقال الأفندي السيد أننا لم نكن نعلم ببدء المعركة، وعندما علمنا التحقنا في اليوم الثاني، ولكن للأسف يا أفندينا التحقت ليس كما يجب أن تلتحق مثل سوريا. التحقت بغزة ليس أكثر من مفرقعات وفتيش وضرب أعمدة، والنصر اليوم على إسرائيل تحسبه بالنقاط، أما في سوريا فقد حسبته بالإبادة. خطاب الأفندي السيد كما قالوا وكما أراه خطاب تلفزيوني، تقرير إخباري، رغم أنه إسرائيل والعالم كانوا قلقين للغاية. وبنهاية الخطاب وصلت ضحكات المسؤولين الإسرائيليين إلى بايدن، إلى البيت الأبيض الأمريكي، وقبل خطابه بأسبوع بدأ يمهد له ب3 أشرطة فيديو حتى اعتقدت الناس أنه رح يكسر الدنيا، ولكن سرعان ما خابت الآمال وخابت آمال جمهوره وبيته في لبنان أولا وفي العالم عامة. قبل خطاب الأفندي السيد شو عملت اللبنانيين؟ عملوا مثل ما عملنا نحن السوريين، صار يضبوا الشناتي والجيش اللبناني استنفر، والأهالي بدأت بتموين وشراء ما أمكن توفره في السوق اللبناني من غذاء، دواء وغيره، تحسبا لمعركة وحرب طويلة الأمد. ولكن سرعان ما سكن الجميع وهدأ وعاد إلى حياته الطبيعية مع انتهاء خطابه.
هلا بدكم الصراحة، الأفندي كان تعبان، وهلا تعبان وصحته على قده. خلص دوره وحان الوقت والله أعلم لتصفيته أو انتهاء دوره، مثل ما انتهى دور سليماني وغيره. وإذا لاحظتوا كان يقرأ الخطاب من الورق بالقراءة، وليست مثل ما تعودنا عليه قبل هالمرة. يعني كان يقرأ ما كتب له. ممنوع عليه اليوم التحدث بما شاء إلا ما كتب له، ممنوع التجاوز. يعني لا، وما بدنا يا أفندي يا سيد، هيك عم بيقولوا له، لا تورطنا ولا تورط المنطقة بأمور لا يحمد عقباها. المرحلة اليوم هيك عم بيقولوا له وهيك قالوا له. المرحلة اليوم والظروف اليوم مختلفة غير الظروف والمراحل الأولى. الخيار كان بخطاب الأفندي السيد مو خياره ولا كلامه ولا كتابته ولا قراءته ولا عادته اللي تعودنا عليها. الخيار كان لإمبراطور إيران، لقائم مقام إيران. القرار اليوم في هذه المرحلة بالذات هي قرار الكبار المفعلين للقرار. القرار اليوم مو قرار الأفندي السيد، قرار بيد صاحب البيت الأبيض الرزب. فلا يريدون خسارة كراسيهم أولا، ولكن لا يهمهم بكل الأحوال خسارة الملايين من العباد من الناس في سبيل الحفاظ على مناصبهم. ويا للأسف، وإذا لاحظتوا بأن المظاهرات والتظاهرات التي تندد لما يحصل لأهل غزة في غزة قامت بكل أنحاء العالم، بكل المدن العربية والمدن الغربية. وإذا رأينا بالمقابل لم نشاهد أو نرى أو نسمع أي تظاهرة خرجت في أي مدينة إيرانية، وهذا شيء لا يستغرب، لأنه ليه هيك الأوامر. طيب هالسلاح، هي عروض السلاح الإيرانية والنووي الإيراني والصواريخ الإيرانية، هي يلي عم تعرضوها، وصف العسكر وصف الحشود يلي على الحدود والتهديدات والعويل إلى آخره. كلاته وين راح؟ كلياته كذب ونفاق. كان هيك لازم يكون. أيضا الدول العربية اشترت السلاح الحديث والطائرات الحربية الحديثة بمئات الأعداد، وقامت بتخزينه في المستودعات. عم نتساءل ليش اشتريتوا هذا السلاح؟ لتخزنوه بالمستودعات ويصدي ويصير خردة؟ إجا الوقت لاستعماله بهالظروف والأحداث هي اللي عم تحصل. ما إجا وقته للحس والضمير العربي إنه يتحرك، ولو مو بس بكلمة، ولو بمتر لقدام، ولو للتقدم مثلا لمعبر رفح أو أي حدود تاني. ما إجا الوقت مثلا لنمسك حنفية النفط ونسكرها مثل ما هدد وعمل الملك فيصل السعودي الله يرحمه. ولكن يا للأسف روحوه. ليش روحوه؟ لأنه لسه ما كملت خططهم مثل ما بدهم. خطة وخطاب الأفندي السيد امبارح كان دون المستوى المطلوب الذي كان ينتظره العالم، وخاصة جمهوره وبيئته في لبنان، بل كان بأدنى المستويات. كان خطاب عقيم، كان خطاب بكلام قديم لم يأتي بجديد. حتى حماس وانفعال الأفندي السيد لم نعهده عليه من قبل. تشعره وكأنه كان مقيدا محبوسا مختنقا. السبب أن اليوم هو ليس قراره، اليوم قراره صفر. القرار اليوم لقاء المقام الإيراني. القرار اليوم وكل يوم هو قرار صاحب البيت الأبيض والغرب والأيادي العميقة التي تتحكم في العالم.